السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعة مباركة. اللهم اجعل في يوم الجمعة هذه أبواب الجنة تفتح لكم، وقلوب الناس ترتاح لكم، وكل حسنة تضاعف لكم، وكل سيئة تمسح عنكم، وفي كل خطوة الملائكة تدعو لكم. اللهم امنحنا في هذا اليوم رحمتك وفضلك، ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كربتنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضالين ولا مضلين وغير مفتونين. اللهم أظللنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم رازق السائلين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين وخير الناصرين ويا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك. اللهم مع صباح هذه الجمعة المباركة سهل لنا ولأحبتنا أياما المقبلة، وابعث لنا فيه كل خير، وأبعد عنا ما يؤذينا، واحفظنا ومن نحب من كل مكروه. اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الناس عندنا يوما مباركا فيه دعوة لا ترد، ومنحهم رزقا لا يعد، وافتح لهم بابا إلى الجنة لا يسد، واحشرهم في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم في يوم الجمعة حبب خلقك فينا، ومن حوض نبيك محمد اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك أكرمنا، بقضائك أرضينا، وبفضلك أغنينا، ومن عذابك أحمينا، ومن شر كل حاسد اكفينا. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وافتح لنا باب جنتك لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ويا أرحم من الأم الحنون. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، اهدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاءت بعدهما. اللهم إني أسألك يا فريج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب الدعوات المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم
والشوق إلى لقائك الغير الضالين ولا مضلين وغير مفتونين. اللهم ظلنا تحت ظل يوم لا ظل إلا ظلك، لا إله إلا أنت، الملك والحق المبين، لا إله إلا أنت العدل اليقين، لا إله إلا أنت ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الضالين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. يا رب إذا كان عفوك يمحو الذنوب فكيف ودك، وإذا كان ودك يضيء القلوب فكيف حبك، وإذا كان حبك يدهش العقول فكيف قربك، وإذا كان قربك يزيل الهموم فكيف النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أعوذ بك من كسرة النفس ومن سواد القلب ومن يوم لا حياة فيه ولا ابتسامة ولا روح فيه. أعوذ بك من روح مجروحة لا شفاء لها ومن أحلام ميتة لا حياة فيها. وأعوذ بك من نوم بلا راحة واستيقاظ بلا هدف، بك من ذلة السؤال وتقلب الأحوال ومن وفاة الروح قبل وفاة الجسد. المال يشتري السرير ولا يشتري النوم، المال يشتري الساعة ولا يشتري الزمن، المال يشتري الدواء ولا يشتري الشفاء، المال يشتري كتب الأخلاق ولكن لا يشتري الأخلاق، المال يشتري الطعام ولا يشتري الشهية. اللهم ارزقنا مالا يقربنا إليك ويكون فيه رضاك ويعيننا على طاعتك. الأب كم يتمنى أن يرتل كتاب الله، والأصم يتمنى أن يسمعه، والأعمى يتمنى أن يراه، ونحن نسمع ونرى ونتكلم، ولكن الهواتف أهلكتنا ودمرتنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا